يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور أيها الإخوة في الله سنة، وهذه السنة الغرض منها والفائدة منها أمران كما أشار أهل العلم عليهم رحمة الله. الأول فيه نفع للحي، والأمر الثاني فيه نفع للميت. فأما انتفاع الحي فهو بتذكر الآخرة كما في الحديث المذكور آنفا، فإن الإنسان يتذكر مصيره، يتذكر نهاية الدنيا، يتذكر ذهاب الغنى، ذهاب القوة، ذهاب الشهوة، انقطاع كل شيء، قوتك، تجبرك، أموالك، سلطانك، كلها تذهب وتفنى. تذكر الموت يقطع الشهوات، وكما قال أهل العلم: من لم يتعظ بالقبور فلا واعظ له. يعني من لم يتعظ بالمقبرة فلا واعظ له. لذلك ينبغي المسلم أن يزور المقبرة بين الحين والآخر ليرقق قلبه ويذهب قسوته ويجلي صداه، لعل القلوب تخشع وتعتبر وتترك التنافس على الدنيا الذي أهلك الناس. فلا يوجد شيء أهلكهم مثل التنافس على الدنيا. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: يظن الناس أن حب الدنيا ليس بخطيئة، وأيم الله إنه لمن أكبر الكبائر. فعلى الدنيا سفكت الدماء، وعليها انتهكت الأعراض، وعليها نهبت الأموال. نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء الموت أيها الإخوة كما قال الأئمة من السلف عليهم رحمة الله: غاية ما يتمنون ساعة من حياتنا. هم يتمنون ساعة من حياتنا يستدركون فيها ما فات، يتمنون ساعة يصلون فيها ركعتين، يتمنون ساعة يقرؤون فيها القرآن. هذه الساعات التي تذهب منا في القيل والقال، فيما لا ينفع، فيما يضر، فإنها ساعة إذا متنا تمنيناها وهيهات الرجوع. قال سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمؤمن حين يزور المقبرة يتذكر كل هذه المعاني العظيمة مما يرقق قلبه ويذكره بيوم المعاد. والغرض الثاني من زيارة القبور هو انتفاع الميت بدعاء الحي له. فإن المسلم إذا دخل المقبرة دعا لإخوانه من المسلمين من الموتى بالدعاء المعروف: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، إنكم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. فهذه هي الزيارة السنية، زيارة ينتفع بها الحي بتذكر الآخرة وترقيق القلب، وينتفع الميت فيها بالدعاء. ومن الأدب عند الدعاء للميت أننا لا نستقبل القبر، كما نبه على ذلك ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله وغيره، وإنما نستقبل القبلة في الدعاء وندعو له بالرحمة والمغفرة وما حضرنا من الأدعية لإخواننا المسلمين. نسأل الله أن يرحمنا ويرحمهم في الدنيا والآخرة. وليس من الأدب تخطي القبور ولا القعود عليها، كما في الحديث: لأن الجلوس على جمرة خير من أن يجلس الرجل على قبر مسلم، وحرمة الميت كحرمته وهو حي، يعني المسلم. وليس من الآداب أيضا أيها الإخوة زخرفة هذه القبور والبناء عليها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور وأن تجصص، يعني يجعل عليها الجص وهو الرخام، هذا الذي نراه في كثير من مقابر المسلمين. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التشبه بالنصارى وغيرهم في قبورهم. وإنما يكتفى بالحجارة لئلا ينبش، ويعلم أيضا بحجر أو غير ذلك. أما البناء عليه وتجصيصه وجعل الرخام فهذا كله قد نهى الشرع عنه، وهو من المخالفات الشرعية. نسأل الله العفو والعافية. وليس أيضا أيها الإخوة في الله من الأدب أن يعتدى على حرمة الميت فينبش قبره وتجعل فيه تلك الأسحار والعياذ بالله، كما يفعل ذلك من لا خلاق لهم من السحرة والمشعوذين، أو من يذهب عندهم فلا يعرفون لحي ولا ميت حرمة. نسأل الله العفو والعافية. فهذه الزيارة للقبور لها آداب على المسلم أن يتأدب بها ويتحلى بها، ولا يكثر الضجيج والضحك عند القبور، لأن ذلك مخالف للغاية التي من أجلها
يأتي المسلم إلى المقبرة، وإنما يأتي للتدبر والتذكر والاعتبار والدعاء لإخوانهم المسلمين. نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين جميعا ويعفو عنا وعنهم.